ألف مبروك لجمهور الاتحاد والله يسلمك، والحمد لله أن فزنا اليوم. مستوى جدا مبهر بعد المعسكر، ايش اللي صار؟ والله ما في شيء، الحمد لله قاعد أتمرن، واليوم ساعدوني زملاء اللاعبين، وإن شاء الله من أحسن لأحسن إن شاء الله. اللي يشوف الاتحاد كان يقول يعني ما تخدم اللياقه كثير في مباراه اليوم، شفنا الاتحاد يؤدي بالكامل، فريق يعني لياقه عاليه، اداء، تجانس كبير، المحترفين حتى بدأوا يظهرون بشكل مميز. يمكن المعسكر صراحة، من المعسكر فادني الكثير. في جبل علي اشتغلنا كثير هناك، ما اشتغلت معاهم كثير، بس هم ما شاء الله اشتغلوا كثير، وأنا لحقت، وإن شاء الله إني أجمل معاهم إن شاء الله. انا اخاف يعني يعني انت معي، ولو ما سالتك بيزعلون علي، الجمهور كله بيسال علي. عبد الفتاح شو اخباره مع الاتحاد؟ اكيد عبد الفتاح باقي في الاتحاد ان شاء الله، اذا ان شاء الله الجمهور دام الجمهور يبغى عبد الفتاح باقي في النادي ان شاء الله. زمن الفلوس والاحتراف صح؟ زمن الفلوس والحل، اذا النادي قدرني واعطاني حقي ان شاء الله جالس في النادي ان شاء الله. تو ولا لسه؟ والله في كلام ان شاء الله، وفي كلام. بعيد اللي انت تبغاه عن اللي عرضوا لا لك؟ مو بعيد، قبل كذا اتفقنا مع شخص يعني، وما اعتقد حصلت كذا شويه ظروف، فلوس ما فلوس. مو موجود في النادي الحين اللي اتفقت معاه قبل؟ مو في، بس انه واعدني وانا اثق في وعده، ودحين يعني باقي كلها كم فترة إن شاء الله، وكلموني النادي إن شاء الله، وما حيصير لك ولا آخر دم. مرة كلموك؟ والله دائما بيكلموني النادي، ايش تبغى؟ قلت لهم أنا اللي أبغاه كذا كذا، وعارفين إدارة إنه مو شيء كبير ولا شيء. وإذا يعني النادي إذا جمهور الاتحاد يبغى عبد الفتاح جالس في النادي إن شاء الله، وأنا من زمان يعني يمكن 5 سنوات لي في النادي، من وأنا صغير جيت وأنا صغير في النادي ولين اليوم، الجمهور هو اللي وصلني للي أنا فيه، وهو اللي حيقدر ينزلني. طيب آخر شيء، بنسبة كم نقدر نقول إنه عبد الفتاح باقي في الاتحاد والأمور قريبة؟ والله باقي في توقيع قصدي. التوقيع متى ما النادي إن شاء الله جاهز، معك اللي تبغاه. على طول أوقع إن شاء الله. الله يخليك.